السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عندنا درس جديد. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض درس القسمة او القسمة للصف الثالث الابتدائي. هنبدأ مع بعض كده بالراحة واحدة واحدة، وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل، وربنا ان شاء الله يوفقني واقدر اشرحه لكم باسهل طريقة ممكنة. احنا هنشرح هنا دلوقتي الفكرة عامة، وبعد كده هنحل مع بعض في كتاب الاضواء زي ما احنا متعودين. اول حاجة هنبدأ مع بعض وهنقول بسم الله. إذا كان لدي 4 كرات وأردت توزيعها على طفلين، فكم كرة سيأخذها كل طفل؟ يبقى أنا عندي 4 كور. تمام. أول حاجة هنكتب هنا كده إيه؟ 4. دي 4 كور، وعندي طفلين 2. عايزة أوزع عليهم الأربع كور بحيث إن كل طفل فيهم ياخد يعني العدد بالتساوي. لازم يا جماعة في القسمة إن يكون في دايما تساوي. ما ينفعش حد ياخد أكتر من حد. لازم في القسمة علشان تبقى صحيحة إن أنا لما أجي أوزع على الأشخاص اللي موجودين أو على أي حاجة مطلوب مني إن أنا أوزع عليها الحاجة، يكون التوزيع بالتساوي. يبقى أنا عندي دلوقتي 4 كرات، مطلوب مني ان انا اوزعهم على طفلين 2 بالتساوي. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة هنبدأ ندي الطفل ده كورة، وبعد كده ندي الطفل ده كورة. كده معانا كام كورة هنا؟ ادي 1 وادي 2، لكن هم 4. هنعمل ايه؟ هنروح مدين ده كمان واحدة، ونروح مدين ده كمان واحدة زيها. هنعدهم كده نشوفهم كام كورة. ادي 1 2 3 4، يبقى كده 4 كور. يبقى كل طفل اخد كام كورة؟ يبقى كل طفل اخد اخد كورتين 2. لما نيجي بقى دلوقتي نعملها هنا في شكل المسألة، هنقول 4 على 2 بتساوي كام؟ بتساوي 2. برضو بنفس الشكل لو جينا بصينا، لو قلنا 2 في 2 يعني 2 في 2 هتدينا كام؟ هتدينا 4. يبقى المسألة دي تبقى المسألة دي صحيحة. هنخش على المسألة اللي بعدها. إذا كان لدي 8 أقلام وأردت أن أعطيها لطالبين، فكم قلم سيأخذه كل طالب؟ يبقى إحنا هنا عندنا 8 أقلام، 8 أقلام، وعندنا طالبين 2 أو تلميذين، وإحنا كنا عايزين إن إحنا نوزع ال8 أقلام دول على الطالبين أو التلميذين اللي عندنا. عايزين نعرف كل طالب فيهم هياخد كام قلم بالظبط. يبقى أول حاجة إحنا هنا عندنا كام قلم؟ عندنا 8 أقلام. عندنا كام طالب؟ عندنا برضو 2. عايزين نوزع الأقلام عليهم بالتساوي بحيث ان كل طالب ياخد نفس العدد اللي الطالب التاني واخده بالظبط بالتساوي. هنعمل ايه؟ الطريقة دي يا جماعة سهلة قوي ان الولاد يبدأوا بيها القسمة علشان خاطر يفهموا بس مفهوم القسمة عامة، ويبقى الموضوع سهل بالنسبة لهم. هندي كل طالب قلم، يبقى الطالب ده هياخد قلم، وده هياخد قلم، بعد كده ده هياخد قلم تاني، وده هياخد قلم تاني، وبعد كده ده هياخد قلم تاني، وده هياخد قلم تاني. هنعد كده نشوف معانا كام قلم. ادي 1 2 3 4 5 6، دول 6 واحنا معانا 8، يبقى نكمل. ادي ده هياخد واحد تاني كده 7، وده هياخد واحد زيه بالظبط، يبقى كده 8. يبقى كل طالب اخد كام قلم؟ زي ما احنا شايفين كل طالب اخد 4 اقلام. يبقى هنقول 8 على 2، لان احنا قسمنا ال8 اقلام دول على على طالبين 2 بس. متتلخبطوش وتقولوا 8 على 4. الاربعة ده هو الناتج اللي طلع لنا. يبقى احنا قسمنا ال8 اقلام على طالبين 2، فطلع لنا كام؟ فطلع لنا 4. اذا كل طالب اخد 4 اقلام. وهنكتب هنا جنبها كده عشان نبقى فاهمين، هتساوي 4 اقلام. برضو لو جينا قلنا 4 في 2 بكام؟ 4 في 2 ب8. 4 في 2 ب8، يبقى المسألة دي صحيحة. هندخل على السؤال اللي بعد كده. إذا كان لدي 12 وردة، أردت توزيعها بالتساوي على 3 زهريات، فكم وردة سأضعها في كل زهرية؟ يبقى يا جماعة زي ما احنا شايفين هنا عندنا 12 وردة، عايزين نوزعهم بالتساوي على 3 زهريات، بحيث ان كل زهرية يتحط فيها نفس العدد اللي موجود في الزهريتين التانيين بالظبط بالتساوي. طيب هنبدأ كده نقول الأول مع بعض 12 وردة، وهنرسم 3 زهريات، هنوزع الوردة عليهم بالتساوي. ادي الزهرية الأولى، وادي الزهرية التانية، وادي الزهرية التالتة. تمام.
هنوزع بقى كده مع بعض الورد. على فكرة يا جماعة الطريقة ديت لو حتى الولد او التلميذ عامة رسم كده في الكتاب او في ورقة الامتحان او في كراسة التقييم، المدرس هيكون عارف ان الولد فاهم وعارف هو بيعمل ايه، فهيديله الدرجة الكاملة. تمام، هنرسم مع بعض كده. هنقول ادي وردة، 2 3، لسه ما وصلناش لل12، هنكمل. ادي 4، ادي 5، وادي 6، وهنا ادي 7، 8، 9، لسه 10، 11، 12. كده احنا وصلنا ل12 وردة زي ما هو طالب، ووزعناهم على ال3 زهريات بالتساوي زي ما انتوا شايفين. كل زهرية كان فيها كام وردة؟ كان فيها 4. دي اخدت 4 وردات، ودي اخدت 4 وردات، ودي اخدت 4 وردات. يبقى لما نيجي نكتب المسألة هنكتبها بالطريقة ديت. هنقول 12 على ايه؟ على 4. لا طبعا ال4 ده هو الناتج اللي طلع لنا. طب 12 على ايه؟ 12 وزعناهم على 3 زهريات، يبقى 12 على ال3 فيها كام؟ فيها 4. 4 ايه؟ 4 وردات. كل زهرية اخدت 4 وردات. لو بصينا هنا برضو، لو قلنا 4 في 3 هتدينا كام؟ 4 في 3 هتدينا 12. طيب مبدئيا كده يا جماعة اساسا محدش هيقدر ان هو يحل القسمة الا لما يكون حافظ جدول الضرب. احنا كده بنتكلم في ارقام بسيطة، فممكن ان الطالب عامة ان هو يرسم لها رسمة حلوة ويقدر ان هو كمان يحل الرسمة وكل حاجة. بعد كده لما هتبقى الارقام كبيرة في القسمة لازم ان الطالب يكون حافظ جداول الضرب كلها علشان يقدر ان هو يحل المسألة. لكن بالنسبة للأرقام البسيطة اللي زي كده فهيبقى رسمها سهل وهيبقى حلها سهل. طيب احنا كده خلاص وضحنا الفكرة على الورق. نرجع بقى مع بعض للكتاب اللي هو كتاب الأضواء ونحل مع بعض ايه الأسئلة اللي فيه. تمام، أولا المشاركة بالتساوي باستخدام القسمة. ترغب معلمة بتوزيع 6 قطع من الحلوى على طفلين بالتساوي، فما نصيب كل طفل؟ يبقى فيه هنا معلمة ومعاها 6 قطع من الحلوى وعايزة ان هي توزعهم على طفلين 2 بس بالتساوي، فما نصيب كل طفل؟ زي ما انتوا شايفين هنا ال6 قطع هم قدامنا. يمكن تحديد نصيب كل طفل من خلال المشاركة بالتساوي ايه كالآتي. هي هنا قالت نصيب الفرد الواحد ايه 3. ال6 قطع هم، هي قسمتهم على طفلين 2 فادت كل طفل ايه 3 من ال6. لذلك عند تقسيم 6 قطع من الحلوى الى مجموعتين بالتساوي يكون نصيب كل طفل هو 3 قطع. تمام، هنشوف بقى التدريب ده وهنحله مع بعض. يريد أيمن أن يقسم 12 قلما بالتساوي على 3 علب، فهنقسم كده مع بعض الأقلام على كل علبة بالتساوي. هنقول أدي كده مثلا أدي قلم، أدي 1، هنا 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. يبقى كل علبة فيها كام قلم؟ زي ما انتوا شايفين فيها 4 قلم، 4 أقلام. يبقى كل علبة فيها كام قلم؟ فيها 4 أقلام. زي ما انتوا شايفين كده احنا وزعناهم بالتساوي، فاتحط في كل علبة 4 أقلام. نشوف السؤال اللي بعد كده. وزعت ريم 8 قطع حلوى على 4 من أصدقائها بالتساوي. ريم كان معاها 8 قطع من الحلوى وحبت إن هي توزع على 4 من أصحابها بالتساوي، فما نصيب كل صديقة؟ هنشوف برضو هنا مع بعض. ادي قطعة من الحلوى اديتها لواحدة، ادي القطعة التانية 3، 4. كده وصلنا لل8 لسه، يبقى هنكمل 5، 6، 7، 8. كده خلصنا خلاص ال8 قطع، وكل صديقة عندها أخدت قطعتين 2، يبقى كل صديقة ستأخذ 2 قطع من الحلوى. السؤال اللي بعد كده. قسمت مريم 15 تفاحة بالتساوي على 5 صناديق، فما عدد التفاح بكل صندوق؟ يبقى مريم كان معاها 15 تفاحة وكانت عايزة توزعهم بالتساوي على 5 صناديق. عايزين نعرف هي هتحط كام تفاحة بالظبط في كل صندوق. يبقى هنقول ادي 1 لحد ما نوصل لل15، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10.
11 12 13 14 15. كده خلصنا خلاص ال15 تفاحة، وكل صندوق اتحط فيه كام تفاحة؟ اتحط فيه 3 تفاحات، يبقى كل صندوق يحتوي على 3 تفاحات. ماشي. أعدت هاجر 18 وجبة وأرادت أعدت هاجر 28 وجبة وأرادت توزيعها بالتساوي على 4 أصدقاء. يبقى هاجر عملت 28 وجبة وكانت عايزة توزعهم بالتساوي على 4 من أصدقائها. طيب هنفضل برضو نعد ونحط بالتساوي لحد لما نوصل لل28. ادي 1 يعني وجبة، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خلاص كده؟ لا لسه ما وصلناش لل28، هنكمل 21 22 23 24 25 26 27 28. خلصنا ال28. هنشوف الأصدقاء كل واحد فيهم أخد كام وجبة. هنعد أدي 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى كل صديق أخد كام وجبة؟ أخد 7. ماشي. السؤال اللي بعد كده، يجهز سامح سلال هدايا ومعه 20 برتقالة ويريد تقسيمها بالتساوي على 5 سلال. يبقى سامح كان معاه كذا سلة بتاعت هدايا، وكان معاه 20 برتقالة، وكان عايز ان هو يقسم ال20 برتقالة دول على 5 سلات بالتساوي. طيب هنشوف كل سلة هيتحط فيها كام برتقالة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى كل سلة اتحط فيها ايه؟ 4 برتقالات. اقرأ ثم أجب مستخدما الرسم. لدى معلم 24 كرة يريد توزيعها بالتساوي على 6 سلال. نفس الفكرة بالظبط. فكم عدد الكرات في كل سلة؟ يبقى المعلم كان معاه 24 كورة عايز يوزعهم بالتساوي على ايه؟ 6 سلال او 6 سلات. هنوزع كده مع بعض. ادي كورة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. يبقى كل سلة اتحط فيها ايه؟ 4 كرات. مع سارة 12 وردة تريد توزيعها بالتساوي على 3 زهريات، فما عدد الورود في كل زهرية؟ نفس الفكرة يا جماعة في كل مرة. 12 وردة المفروض نوزعهم بالتساوي على 3 زهريات. يبقى دي وردة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى كل زهرية هيتحط فيها 4 وردات. عدد الورود في كل زهرية 4 وردات. تمام. السؤال الأخير في الصفحة ديت، توجد 16 سمكة مطلوب وضعها في 4 أحواض بالتساوي. عندنا 16 سمكة عايزين نوزعهم على 4 أحواض بالتساوي. يبقى هنقول أدي سمكة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. وزعنا 16 سمكة على 4 أحواض بالتساوي، فكل حوض كان فيه 4 سمكات. عدد الأسماك بكل حوض هي 4 سمكات. التقسيم بالتساوي. لدى عامر 12 سمكة يرغب في توزيعها بالتساوي على أحواض، فإذا كان كل حوض يستوعب 4 سمكات فما عدد الأحواض اللازمة لذلك؟ من الرسم المقابل بنلاحظ أن قمنا بتجميع كل 4 سمكات في حوض، لذلك يكون عدد الأحواض اللازمة لذلك هو 3 أحواض. هنا بقى هو جايب لنا 12 سمكة وعايز يوزعهم بالتساوي على أحواض، بس هو ما قالش هنا مطلوب كام حوض، هو قال بس ان هم 12 سمكة واحنا عايزين نوزعهم على مجموعة من الأحواض.
طيب هو دلوقتي بقى عايز يعرف هنجيب كام حوض بحيث ان الحوض الواحد يكون بيحتوي على 4 سمكات، فما عدد الأحواض اللازمة لذلك؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. من الرسم المقابل نلاحظ أن قمنا بتجميع كل 4 سمكات في حوض. عملنا كده عشوائي مثلا 3 أحواض وحطينا فيهم كل حوض 4 سمكات، ففعلا استوعبوا العدد اللي هو كان 12 سمكة، لذلك يكون عدد الأحواض اللازمة هو 3 أحواض. مع مريم 24 جنيه، مريم معاها 24 جنيه. نركز عشان السؤال هنا مختلف شوية بس برضو سهل. وترغب في شراء مجموعة من الأقلام، يبقى مريم معاها 24 جنيه وعايزة تروح تشتري بال24 جنيه دول مجموعة من الأقلام، فلو كان تمن القلم الواحد 6 جنيه، فما عدد الأقلام التي ستشتريها مريم؟ عدد الأقلام التي ستشتريها مريم 4 أقلام. طب احنا عرفنا ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. هي معاها 24 جنيه، عايزة تجيب مجموعة من الأقلام بحيث ان القلم الواحد يكون سعره 6 جنيه، فهنشوف هي جابت كام قلم بال24 جنيه دول. هنعتبر ادي القلم الأولاني اللي هو سعره 6 جنيه، وادي القلم التاني اللي هو برضو سعره 6 جنيه، وادي القلم التالت اللي هو سعره 6 جنيه، وادي القلم الرابع اللي هو سعره ايه؟ 6 جنيه. 6 و6 12، و6 و6 12، 12 و12 24، عشان كده هي جابت 4 أقلام. نشوف السؤال اللي بعد كده. لدى سوريا 16 كتابا وترغب في وضعها في صناديق بحيث يستوعب كل صندوق 4 كتب. يبقى سوريا عندها 16 كتاب وعايزة تحطهم في صناديق بحيث ان الصندوق الواحد يكون جواه 4 كتب بس، فهي عايزة تعرف هتحتاج كام صندوق علشان توزع عليهم ال16 كتاب اللي معاها. طيب احنا مثلا هنقول كده ادي مثلا الصندوق الاول هنحط فيه 4 كتب. طيب لسه ما وصلناش لل16، هنجيب صندوق تاني ونحط فيه 4 تاني، 4 و4 كام؟ 8. طيب هنجيب صندوق تالت وهنحط فيه 4 كتب تاني، فالصندوق التالت فيه 4 تاني، 4 والتمانية الأولانيين يبقوا 12. لسه ما وصلناش لل16، هنجيب صندوق رابع وهنحط فيه 4 كمان، 12 و4 كام؟ يبقى 16. يبقى كده هنا 4 كتب وهنا 4 و4 و4 يبقوا كلهم عاملين 16. يبقى كده احنا وزعنا ال16 كتاب على 4 صناديق بحيث ان كل صندوق يحتوي على 4 كتب بس زي ما هما طالبين. يبقى عدد الصناديق كام صندوق كده قدامنا؟ 4 صناديق. نشوف السؤال اللي بعد كده. مع أحمد 25 بلية ويرغب في وضعها في علب، فإذا كانت كل علبة تستوعب 5 بليات، فما عدد العلب التي سيحتاج إليها أحمد؟ يبقى أحمد لازم يا جماعة نشرح المسألة كده كأنها قصة علشان نفهمها. أحمد كان معاه 25 بلية وكان عايز يحط ال25 بلية دول في مجموعة من العلب، فعايزين نعرف هو هيحتاج كام علبة يحط فيها ال25 بلية، لكن بشرط إن العلبة الواحدة يكون فيها 5 بليات فقط. فعايزين نعرف هيحتاج كام علبة. يبقى هنجيب كده مع بعض ادي العلبة الاولى حطينا فيها 5 بليات، جبنا علبة تانية وحطينا فيها 5 كمان، وجبنا علبة تالتة حطينا فيها 5 بليات، وجبنا علبة رابعة حطينا فيها 5 بليات. طب قبل ما نكمل كده احسن نزود قوي او نشطح مثلا بعيد، هنشوف كده هنا كده معانا كام صندوق فيهم كام بلية؟ 5 و5 10، و5 و5 10، يبقى كده 20. يبقى فاضل صندوق او علبة اخيرة نحط فيها اخر 5 بليات، يبقى كده معانا 25 بلية. اتحطوا بقى في كام صندوق؟ ادي صندوق 2 3 4 5 او 5 علب. عدد العلب التي سيحتاج اليها احمد هي 5 علب. هنيجي لاخر سؤال معانا النهاردة في الدرس ده. لدى ماهر 14 كرة ويريد وضع كل 7 كرات في سلة. ماهر معاه 14 كرة وعايز يحط في كل سلة 7 كرات فقط، فعايزين نعرف هو هيحتاج كام سلة علشان يحط فيهم ال14 كرة بحيث ان السلة الواحدة يكون فيها 7 كرات بس. يبقى دي السلة الاولى فيها 7 كرات، وادي السلة التانية فيها 7 كرات. 7 و7 كام؟ 14. يبقى هو هنا زي ما انتوا شايفين احتاج كام سلة؟ احتاج سلتين 2 بس، حط فيهم ال14 كورة.
احنا هنا وصلنا للصفحة بتاعت اختبر نفسك، واللي متعودين ان هما بيشوفوا معايا الفيديوهات بتاعتي عارفين ان انا مش بحل معاكم اختبر نفسك، لان اختبر نفسك فيها اسئلة على كل الدروس اللي فاتت اللي احنا المفروض شرحناها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده دي كل الدروس اللي فاتت، فده بيبقى بمثابة اختبار، وانا بعتبره ان هو واجب على التلميذ ان هو يحله، ولي الامر بيصححه له. فصفحة اختبر نفسك احنا مش بنحلها، دي بتبقى ايه واجب على الطفل او التلميذ بيحلها وبيصححها له ولي امره. لحد هنا يا جماعة يكون انتهى الفيديو بتاعنا. شرحنا مع بعض مفهوم القسمة، وقدرت ان انا اشرحه لكم الحمد لله بطريقة سهلة ومبسطة، بصراحة مفيش اسهل منها. اتمنى تكونوا ان انتوا استوعبتوا الدرس معايا كويس وتقدروا تذاكروه مع اولادكم في البيت. اتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة وعجبه الشرح بتاعي يشرفني وينورني في القناة ويشترك، واللي مشترك بالفعل ما يبخلش عليا باللايك والكومنت الحلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.